بيبدأ مسلسلنا بالجد سعد اللي بيصحى على صوت ابنه ومراته وأحفاده وهم عمالين يرقصوا ومبسوطين وبيخرجوا على مدارسهم وشغلهم. في الوقت ده بقى بنشوف واحدة محامية اسمها لاميا بتبقى واقفة بتشتري ورد من محل وهي فرحانة جدا. بعدها بتطلع على شغلها في مكتب المحاماة اللي بتتفاجئ فيه بجوزها رمضان موجود، وبتسأله هو بيعمل ايه هنا، فبيتضايق منها انها ما فرحتش عشان شافته. وبعد لما اعتذرت له اتفقوا انهم يخرجوا مع بعض بعد الشغل في مطعم من ضمن المطاعم يعني. وبنرجع تاني بقى للجد سعد اللي بيكون قاعد مع اصحابه، ووسط ما هو بيلعب معاهم ومشغول بيجيله مكالمة بيعرف انه خلاص اتقبل في العلاج بره البلد. اصل الجد سعد عنده مشكلة في القلب ومحتاج يعمل عملية، فبيحدد ميعاد المقابلة واللي بيكون في خلال اليومين الجايين بالكتير. خلاص دوره في العلاج جه، ولكن صحابه بيكونوا قلقانين جدا عليه وبيقولوا له لازم يعرف ابنه حمد. ده حمد بيبقى قاعد بيشتغل وبنته شهد بتهرب من المربية، ما بتكونش عايزة تاخد حقنة الأنسولين، لكنه يعني بيقدر يضحك عليها ويديها الحقنة. وبتجيله مراته اللي بتقوله إن هي خلاص بتجهز كل حاجة، ولكنه بيعمل نفسه مش عارف هي قصدها إيه، فبتتضايق منه وبتعرفه إنه وعدها إنهم هيسافروا. لكن حمد بيرفض وبيتحجج بتعب أبوه وإنه مستحيل يسيبه هو في الحالة دي، ولا حتى إنه يسيب معاه الأولاد، وبيسيبها وبيمشي ويروح على شغله. في الوقت ده بنشوف شعيب المحامي وهو رايح للميا، وبيكون هو ده صاحب مكتب المحاماة أساسا، وبيكافئها على آخر قضية هي فازت فيها وبيديها 20% من الأتعاب. فبتكافئ لميا المحامية المساعدة بتاعتها واللي اسمها عزة، وبتديها نص فلوس لأنها بتبقى تعبت معاها في القضية دي جامد جدا. وبنروح للجد سعد اللي بيوصل لبيته، فبتجري مرات ابنه وبتطلب منه إنه يتكلم مع ابنه حمد ويقنعه إنهم يروحوا الرحلة. فبنشوف حمد بعد لما بيرجع من شغله بيجيله ابنه الكبير سعد وبيطلب منه إنه يشحن له فلوس في اللعبة. طبعا حمد بيوافق إنه يشحن له فلوس في اللعبة اللي بيلعبها. بعدها بتروح له مراته وبتعرفه ان ابوه سعد مستنيه، فبيروح حمد لابوه اللي بيقنعه فعلا انه يسافر هو ومراته، وبيكذب عليه وبيقول له ان لجنه العلاج بالخارج كلموه وقالوا له ان لسه دوره كمان اسبوعين، يعني يقدروا يسافروا وما يشيلوش هم اي حاجه ابدا. بعدها وهما بياكلوا بيتخانق الجد سعد مع حفيده فهد لانه بياكل اكل مطاعم وبيبقى شايف ان اكل المطاعم كله مضر. في الوقت ده لميا بتبقى مستنيه رمضان انه يجي المطعم زي ما اتفقوا من شويه، وبتتصل عليه مش بيرد عليها لانه بيكون في شغل، فبتزعل وبتدي الورده لطفله صغيره كانت في المكان، وبتطلع على مامتها وبتحكي لها اللي حصل. فبتبقى امها متضايقه جدا وبتقول لها ان رمضان شخص اناني، ده حتى مش عايزها تكون ام، وبتفضل تقنع في بنتها انهم يروحوا يفحصوا ويشوفوا ايه المشكله. ساعتها عند حمد اول لما ابوه بيمشي بيعرف مراته انه موافق على السفر، ولما بنرجع لرمضان بنلاقيه بيحاول يصالح لميا انه ما جاش العزومه زي ما وعدها، فبتقوله لو عاوز يصالحها بحقه حقيقي يحقق لها حلمها ويخليها ام. فبيفضل يتخانق معاها وبيكون شايف انها زهقت منه، وفي الاخر بيقول لها انه فحص قبل كده وعارف انه المشكله مش فيه، عشان كده مرضيش انه يجرحها ويتكلم معاها في الموضوع ده. فبتتصدم وبتتخانق معاه ازاي ما يعرفهاش حاجه زي دي وانها من حقها تروح وتتعالج، لكنه بيرفض وبيقول لها ان هم مش محتاجين اطفال. وبالليل حمد ومراته بيكونوا بيجهزوا حاجاتهم علشان ماشيين، وبيقف الجد سعد يودعهم، ومره واحده بيجري عليهم ابنهم الصغير فهد وبيكون قلقان عليهم، فبيوعدوه ان هم مش هيتاخروا، ده اسبوعين بالظبط وهيرجعوا. بس لما بيتحركوا بيحس الجد سعد ان قلبه مقبوض، واليوم اللي بعده بيصحى متاخر وبيجري بسرعه عشان يوصل احفاده لمدارسهم، وبسبب التاخير ده مش بيلحق ميعاده في انه ياخد دوره في لجنه العلاج بالخارج، وبيقولوا له ان هم هيبقوا بقى يحددوا ميعاد تاني ان شاء الله. وبعد لما بيرجع احفاده من المدرسه بيلاقي شهد الصغيره قاعده بتلعب على الارض، فبيتخانق مع الشغاله انها ازاي سايباها كده. وبنرجع للميا اللي بتقرر ان هي تكشف من غير ما تعرف رمضان، فبتكتشف ان ما عندهاش مشكله ولا اي حاجه، وبتفضل تعيط لانها كده عرفت ان مشكله عنده هو وانه بيكذب عليها. وبالليل بيكون الجد سعد المفروض هيروح يقابل صحابه، بس الكهرباء بتقطع وبيسمع صوت احفاده وهم عمالين يعيطوا، عشان كده بيفضل معاهم وبيصلح الكهرباء. وبعدها بيكلموا حمد ومراته بيطمنوا عليهم، ولكن بعد لما بيخلصوا مكالمه حمد بينام على روحه وهو سايق، وبسبب كده بيعملوا حادثه وبيموتوا، علشان بعد كده نشوف الجد سعد وهو بيصلي صلاة الجنازة على ابنه حمد ومراته، وبتكون حالته صعبة قوي. بيحاول كل اصحابه انهم يهدوا في الوقت اللي حفيده فهد كان في الفصل مش حاسس بكل اللي بيحصل، قاعد عمال يستفز واحد صاحبه في الحصة. وبعد المدرسة بيروح الجد سعد ياخد الاطفال وبيحاول ان يخبي عنهم اللي حصل، بس هم كانوا متعصبين منه لانه اتأخر عليهم جامد جدا النهارده. فبنشوفه بعد كده وهو قاعد في شقته منهار على ابنه حمد لدرجة انه تخيل انه موجود وبيناديه، بس بعدها استوعب
استوعب الحقيقة المرة، وكمان استوعب إنه بقى مسؤول عن 4 أرواح في عمره. في الوقت اللي بتكون لميا ساعتها في مكتبها وبتقرر إنها تروح لرمضان في مكتبه عشان تواجهه، وفعلا بتروح له لكنه بيبقى عنده عميل، فبتفضل بقى مستنيه. وبعد لما بيخلص بيسألها في إيه، فهي بتتوتر منه أول ما بتلاقيه كده متعصب بسبب مشكلة حصلت له في الشغل. بتكدب عليه إنها كان محتاجة تغير عربيتها مش أكتر من كده. وبنرجع من تاني للجد سعد اللي بيروح له حفيده الكبير سعد وبيسأله عن أبوه وأمه لأنه بيحاول يتواصل معاهم بس مش بيرد عليه. فبيتحجج الجد إنهم ممكن يكونوا ما خدوش بالهم ولا حاجة. واليوم اللي بعده في المدرسة بتيجي الأخصائية تطلب فهد على أوضتها، وده لأن أبو الطفل اللي فهد كان بيلخبطه أو يعني زي ما بيقولوا بيضايقه في الفصل موجود ومقدم شكوى فيه. وفوق كل ده هو مصمم إنه يعملوا له استدعاء ولي أمر. فبتعرفوا الأخصائية إن أبو فهد وأمه ماتوا في حادثة ما كملوش أسبوع، وعشان كده هي مراعية الظرف اللي هو فيه. ساعتها فهد بيسمع كل حاجة وبيتصدم إن أبوه وأمه ماتوا. ولما بنرجع من تاني للميا بنلاقيها بتترعب إن جوزها ياخد باله من التحاليل، بس هو مش بيلاحظهم، بيمشي على شغله. فبتجري هي بسرعة تخبيهم. في الوقت ده الجد سعد بيطلع على مدرسة وبيعرفهم إنه فعلا مش قادر يواجه أحفاده بالحقيقة دي. فقالوا له إنه مش لازم يعرفهم الحقيقة ويتكلم معاهم لأن ده ممكن يسبب لهم مشاكل نفسية أكبر بكتير من إن أبوهم وأمهم ماتوا. ساعتها بيجري فهد على جده وبيقولوا إنهم بيكذبوا وبيقولوا إن أبوه وأمه ماتوا في حادثة. فبيفضل الجد يهديه وبيعترف لأحفاده بكل حاجة. وبعد مرور أسبوع على اللي حصل بتعترف لميا لأمها إنها عملت التحاليل وطلعت سليمة، وإن المشكلة أكيد دلوقتي في جوزها رمضان. فبتتعصب أمها إن رمضان كان كل ده بيكذب عليهم. ولما بنرجع للجد سعد بيوصي الشغالة على الأطفال وبيطلع على شقته عشان ينام. فبيطلب منهم حفيده سعد إنه ينام معاهم في الشقة هنا، بس الجد بيرفض وبيقوله إنه مش بيرتاح غير على سريره. لكن الجد طول ما هو على السرير كان عمال يفكر في أحفاده وقلقان عليهم. فبيروح يطمن عليهم وبيلاقي إن سعد حفيده كل ده صاحي وقاعد بيلعب على الآيباد بتاعه. فبيطلب منه إنه يدخل ينام. طبعا بقى متضايق من الشغالة اللي ما كانتش مهتمة بحاجة زي دي. واليوم اللي بعده بنشوف المحامي شعيب وهو في مكتبه بيتكلم مع لميا عن القضية الجديدة واللي بتبقى أهم قضية المكتب مسكها بقالهم كتير، وعشان كده هو هيخلي لميا هي مسؤولة عن القضية دي. في الوقت ده بيروح الجد سعد لأحفاده وبيحاول يخرجهم من حالة الاكتئاب اللي هم فيه ده، وده عن طريق إنهم يخرجوا ويروحوا السوق مع بعض. ولما بنرجع للميا بتتصل عليها دكتورة النساء بتحذرها إنها ما ينفعش تأخر موضوع الحمل أكتر من كده، وده لأنها بتكبر وبعد كده هيبقى صعب عليها الحمل والولادة. ساعتها عند الجد سعد بيسمع الشغالة وهي بتتخانق مع فهد وبتعامله بطريقة مش كويسة، فبيتعصب عليها وبيمشيها. أما لميا فبتعترف لرمضان إنها عملت التحاليل من غير ما تقوله، وبتطلب منه إنهم يروحوا يكشفوا عليه وإنه لو في أمل يتعالج يعمل كده. فبيتعصب عليها إزاي تروح من غير إذنه، وبيرفض إنه يكشف ويقول لها إنه مش عايز أصلا أطفال. في الوقت ده بتمشي الشغالة من المكان وبيبقى الجد سعد وأحفاده محتاسين على الآخر من بعدها ومش عارفين مكان أي حاجة في المطبخ. فبياخد الجد أحفاده على شقته عشان يناموا عنده، لكنهم مش بيلاقوا مكان يناموا فيه أساسا. فبيضطروا إنهم يناموا كلهم على سرير جدهم. واليوم اللي بعده بنشوف الجد سعد وهو مش عارف يعمل إيه، مش عارف يعمل أي حاجة ليهم، لا عارف يطبخ ولا يسرح شعر حفيدته شهد الصغيرة ولا أي حاجة. فبيقعد الأربع أحفاد يعملوا اجتماع كده مع بعض وبيقرروا يعترفوا له انهم متضايقين من كل اللي بيحصل ده. ساعتها بيسمع الجد سعد وبيتصدم من كلامهم، فبيدخل اوضه ابنه حمد وبيكون متضايق انه مش قادر يحافظ على الامانه اللي ابنه سابها له. وفي اليوم اللي بعده بيقرر انه يلغي ايجار شقته ويروح يعيش مع احفاده، خصوصا انه محتاج الفلوس بتاعه الشقه عشان يعرف يصرف عليهم. وبيقعد يفتكر ذكرياته في الشقه دي مع ابنه حمد وهو صعبان عليه كل اللي بيحصل. وتبقى لميا في الوقت ده في الشغل، فبيجي لها شعيب وبيعرفها ان في مؤتمر لازم تحضر معاه، بس المؤتمر ده مش في الكويت، فهي هتضطر انها تسافر مع شعيب عشان تحضر المؤتمر ده. فبتتصدم لميا لانها مش عارفه ازاي هتطلب طلب زي ده من رمضان. ساعتها بيكون الجد سعد رجع باحفاده من المدرسه وبيديله حفيده سعد قميص المدرسه بتاعه واللي بيكون عليه بقعه عصير ولازم الجد يغسله النهارده، والا كده يا اما سعد مش هيعرف يروح المدرسه بكره. بس الجد كان لسه مش فاهم في اي حاجه لدرجه انه بيضطر يشتري اكل من بره لان الاكل اللي عمله ما بيعجبش اي حد من احفاده. وكمان لما بيحاول انه يشغل الغساله مش بيعرف، فبياخد حفيدته رغد وبيطلعوا على المغسله، وبتبقى رغد مهووسه بتصوير فيديوهات لمتابعينها على التيك توك في الوقت اللي جدها كان اصلا بيتحايل عليهم في المغسله انهم يغسلوا له قميص سعد النهارده لانه مستعجل عليه، بس بيرفضوا طلب. فبيروح
الجد وهو محتاس مش عارف يتصرف عشان يتصدم إن البيت كله متغرق. ساعتها بتكون لميا قالت لرمضان على موضوع المؤتمر، وكان متوقع رمضان بيرفض طلبها. وبنرجع من تاني للجد سعد اللي بتجيله حفيدته شهد عشان تعرفه إنها بلت سريرها، فبينضفوه هما الاتنين من غير ما أي حد من اخواتها يحس بحاجة. وبنروح لرمضان اللي بيحاول يصالح مراته لميا، بس هي بترفض تتكلم معاه، فبيتغاظ منها وبيحس إن في حاجة بينها وبين شعيب. في الوقت ده بيروح سعد لجده عشان يسأله لو غسل القميص، بس جده بيكون نايم على روحه من تعب اليوم كله، فبيصحى بسرعة وبيقعد يغسل قميص على ايديه. واليوم اللي بعده بيروح سعد لجده وعاوز يجبله القميص بتاعه، بس الجد بيكون ظهره وجعه جامد ومش بيقدر انه يقوم من على السرير، فبيطلب منهم انهم ما يروحوش المدرسة النهارده. ولكن رغد بتعرفه ان عندها امتحان والنهارده هتعرف ايه اللي هتمتحن عليه، فبيطلب منها تبقى تسأل اي واحدة من صديقاتها وخلاص. في الوقت ده بتروح لميا لشعيب بتعتذر له انها مش هتعرف تطلع معاه المؤتمر، فبيتضايق ان رمضان زوجها بيتدخل في شغلهم، وبيقول لها ان ده معناه ان ممكن موضوع زي ده يحصل فيه قضية مهمة، فبتطمنه ان مفيش حاجة من دي هتحصل. وبعدها بتطلع لميا على محطة الإذاعة عشان تقدم برنامجها الإذاعي المعتاد، وبيكون رمضان قاعد يسمعها وهو متعصب، ولسه الشيطان بيلعب في دماغه ان اكيد هي بتحب شعيب. واليوم اللي بعده لما الجد سعد بيروح ياخد رغد من المدرسة بتعرفه انها سقطت في الامتحان بسببه ولانه رفض يوديها امبارح، فبيقرر يروح يطلب من الاساتذة بتاعتها تعيد لها الامتحان. في الوقت ده بيبقى رمضان مخرج لميا المطعم زي ما كان نفسها من زمان، بس هي ما كانتش مهتمة بكل اللي هو بيعمله، وده بيخلي الشك يدخل قلبه اكتر واكتر. وبنرجع للجد سعد اللي بيطلب فعلا من اساتذة رغد طلبه، لكنها بترفض في بداية الامر، فبيعترف لها انه السبب، وبيعرفها ان اهل رغد لسه ميتين من قريب وهو مش عارف يتعامل مع احفاده ولا يعتني بيهم، فبتقرر انها تساعده فعلا ووافقت تعيد الامتحان لرغد. وساعتها لميا لما بترجع من الحمام بتشك في رمضان انه فتح موبايلها، بس مش بتواجهه، وبتقعد البنت طول اليوم تذاكر مع جدها عشان امتحان بكره، وبتروح اليوم اللي بعده تمتحن. فلما بتطلع لجدها بتعرفوا انها جابت الفول مارك، فبيقرر الجد انه يكافئهم وبيجيب لهم اي حاجه هم نفسهم فيها. في الوقت ده رمضان بيكون اشترى جهاز تصنت وبيقدر انه يلهي لميا ويطلب منها تحضر له كوبايه قهوه، وبينزل يحط الجهاز في عربيتها من غير ما تحس، لكنها بتلاحظ اختفائه وبتفضل تدور عليه في البيت، ولكنه بيبقى لحق نفسه وطلع على البيت. اليوم اللي بعده عند الجد سعد بيبقوا كلهم بيساعدوا جدهم في تنظيف البيت ومبسوطين قوي لانهم بعدها هيطلعوا على مدينه الملاهي. ولكن الصدمه بقى هي ان بتجيلهم خالتهم اللي اول مره يشوفوها في حياتهم كلها، وبتبقى اسمها ماريا. ساعتها بيبقى رمضان قاعد يراقب مراته عايز يعرف منها ايه خط سرها عشان يكتشف ان كانت بتكذب عليه. وبنرجع تاني لماريا خالة الاطفال اللي بتقعد تتعرف عليهم، وبنعرف انها كانت عايشه في كندا وجات الكويت أول لما عرفت بوفاة أختها. في الوقت ده بتبقى لميا بتتكلم في التليفون بتاعها في عربيتها، وبيشك فيها رمضان إنها بتتكلم مع راجل غريب، وبيجري يروح وراها فبيلاقيها قاعدة تلعب مع طفل صغير. وأول ما بتلمح رمضان بيتحجج إنه كان جاي عشان يشوفها وبيعتذر لها على أسلوبه معاها اليومين اللي فاتوا. في الوقت ده الجد سعد بيحضر الأكل لماريا، وبيبقى أحفاده كلهم متضايقين من وجودها لأنهم كده مش عارفين يخرجوا. وبعد الأكل بتطلب ماريا من الجد سعد إنهم يتكلموا. ولما بنرجع للميا اللي بيطلبها شعيب في مكتبها وبيوبخها عشان خاطر رمضان جوزها كان موجود في مكان شغلها، بيطلب منها ما تخلطش بين الشغل وحياتها الخاصة. وبنروح للجد سعد اللي بيكتشف إن ماريا جاية من كندا عشان تاخد الأولاد معاها وتسافر، فبيتعصب جامد وبيقول لها إن أحفاده هيتربوا في بلدهم في الكويت، ومن عصبيته بيتعب. فبتقلق عليه ماريا وبتقول له خلاص هي مش هفتح معاه الموضوع ده تاني ابدا. في الوقت ده بيكون في موكل مهم جدا عند رمضان بيعرفه انه هيدفع له 8 مليون لو عمل له ثغره في القضيه لصالحهم، لان نسبه خسارتهم 99% من غير الثغره اياها. بيتحمس رمضان وبيوافق على طول. ولما بنرجع لسعد اللي بيحاول يصلح احفاده بنلاقيهم متضايقين انه ما خرجهمش يوم الاجازه زي ما وعدهم، ولكن حفيده فهد بيزعق له وبيتكلم معاه باسلوب وحش جدا. في نفس الوقت ده بيطلع رمضان على مراته لميا وبيوعدها ان هيشوف حل في موضوع الخلفه، فبتفرح انه اخيرا استجاب لها، بس هو بيطلب منها انها تجيب له ورق القضيه اللي شعيب ممسكها لها، فبتتصدم فيه لانه عايزها تخون مديرها وتخون القسم اللي قسمته. اما هو فبيتخيل انه رفضها ده لانها بتحب شعيب. ولما بنرجع لفهد بيهزقوا باقي اخواته على اللي هو عمله فيه وبيقولوا له انه لازم يعتذر لجده. ساعتها رمضان بيكون بيتخانق مع لميا لانها رفضت الطلب، بس هي بتقول له
إن لا هو يتدخل في شغلها ولا هي تتدخل في شغله. ولما بنرجع لفهد بنلاقيه بيروح يعتذر لجده. واليوم اللي بعده بتتفاجئ لميا بجوزها رمضان في مكتب شعيب، فبتدخل بسرعة عند شعيب تفهم رمضان كان بيعمل إيه. بس شعيب بيطردها من المكتب وبيقول لها إنه جوزها جاي يهدده إنه يسحب القضية بحجة إنها شغالة عنده. فبتتصدم لميا، وأول لما بترجع البيت بتتخانق مع رمضان إزاي يعمل فيها حاجة زي دي، وبتسأله هو مش بيخاف إزاي من ربنا على كم الفساد اللي هو بيعمله ده. وكمان بتطلب منه الطلاق وبتمشي وبتسيب له البيت. وعند الجد سعد بيتصدم إن ماريا رفعت قضية حضانة عشان تاخد الأولاد. ساعتها بتبقى ماريا قاعدة متوترة قلقانة لا يحصل للجد سعد حاجة بسببها. ولما بنرجع للميا بنلاقيها بتحاول إن أمها تهديها بعد كل اللي حصل ده وتقنعها إنها تدي رمضان فرصة. بس لميا بتكون مصممة على الطلاق خلاص. وفي الوقت ده رمضان بيتصل بالموكل بيعرفه إنه مش هيقدر يساعده، بس الموكل بيصمم إن رمضان هو اللي هيحل الموضوع ده، يعني هو اللي هيحله. في الوقت ده الجد سعد بياخد أحفاده عشان يوديهم المدرسة، بس بيكون باله مشغول وكلهم بيقلقوا عليه وبيحاولوا أمها وعزة يخرجوه منها. في نفس الوقت ده بيروح سعد يسأل جده لو في حاجة مزعلاه، فبيكدب الجد إن مفيش أي حاجة. ولكن وهو بيحضر لهم الغدا بيقع من طوله، فبيجروا بسرعة ينقذوه. وبيضطر بعد لما بيفوق إنه يشرح لهم كل حاجة، فبيرفضوا إنهم يروحوا مع ماريا لأنهم بالوضع ده هيسافروا كندا. فهو بيطمنهم إنه هيتصرف ويوكل محامي. ولما بنرجع للميا بتطلع على مكتب شعيب عشان تلم حاجاتها، وبنلاقي إن رمضان بيراقبها في أي مكان عمال يتجسس عليها. أما في المكتب نفسه فبتحاول عزة إنها تهدي لميا وتقنعها تتكلم مع شعيب الأول قبل لما تمشي، بس لميا بتصمم إنها تمشي لأنه شعيب أهان كرامتها. وساعتها بقى عند الجد سعد بنلاقيه ساب أحفاده في البيت وبيطلع على مكتب شعيب عشان يوكل محامي. فلما بيوصل المكتب بيقابل المحامية لميا. في الوقت ده بيبقى فهد بيحاول يخلي سعد أخوه يلعب معاه، بس سعد بيرفض. وبنرجع تاني للجد سعد اللي بيعرف من لميا إن نسبة فوزه في القضية دي قليلة جدا لأن الحضانة بتروح للخالة المفروض. فبيتصدم سعد وبيتعب جامد لدرجة إنه بيفقد وعي. ساعتها بيبقى فهد قاعد يلعب لوحده وبيتسحب وبيخرج من البيت من غير ما حد ياخد باله. في نفس الوقت بيبقوا نقلوا الجد سعد على المستشفى وبيحطوه في أوضة العناية مركزة بسرعة. ساعتها بيبقى فهد بيلعب في الأسانسير والكهرباء بتفضل عليه تفصل، فبيصرخ وبيطلب من أي حد إنه ينقذه. وبنرجع تاني للميا اللي بتطمن من الدكتور إن حالة الجد بقت مستقرة إلى حد كبير، لكنه هيحتاج يفضل في المستشفى يومين على الأقل. وساعتها رغد وشهد بيدوروا على فهد في كل مكان في الشقة وبيجروا يعرفوا أخوهم سعد بإن فهد مش موجود في أي مكان. في الوقت ده بيفوق الجد سعد وبيبقى مرعوب على أحفاده اللي كل ده في البيت لوحدهم، وبيكون عايز يمشي بسرعة من المستشفى، خصوصا كمان لما أحفاده بيتصلوا عليه وبيعرفوا اللي حصل لفهد. فبتطمنوا لميا إنها هتروح هي وهتطمنه. وفعلا بيدخل عامل الإنقاذ وبينقذ فهد وبيخرجه من الأسانسير. ساعتها بتوصل لعندهم لميا فبيقلقوا على جدهم يكون حصل له حاجة. في نفس الوقت بيصمم سعد إنه يطلع من المستشفى، ومش بيعرف الطبيب إنه يقنعه يفضل حتى يومين غير لما لميا بتاخد الأطفال على المستشفى وبيطمنوها على جدهم. وبعد لما بيخرجوا من المستشفى بيتفاجئ الجد سعد إن عربيته مش موجودة، فبتعرض عليه لميا إنها توصلهم هي وتبقى تجيب عربيته لحد عنده كمان. وبعدها بتقعد تحكي لأمها على كل اللي حصل، وبيبقى الجد سعد صعبان عليها فبتقرر إنها تمسك له قضيته وبتروح لبيته وبتتكلم معاه لو يعرف رقم تليفون لماريا أو حتى عنوانها. بس هو مش بيبقى عارف أي حاجة، لكن بيعرفهم الطفل سعد إنه يعرف يوصل لرقم تليفونها عن طريق خاله. فبيرفض الجد سعد وبتقول لميا إنها خلاص هتتصرف. وبعد لما بتمشي بيحذر الجد سعد حفيده إنه يعرف خاله أو يدخله في أي حاجة لأنه مش ناقص أي مشاكل تانية. وساعتها بتقدر عزة إنها توصل لعنوان ماريا عن طريق ورق القضية، بس بيبقى رمضان بيتجسس عليهم كل ده وبيعرف عنوان ماريا هو كمان. ولما بتروح لميا على الفندق اللي ماريا نازلة فيه بيعرفها موظف الاستقبال إن ماريا مش موجودة دلوقتي. فبتمشي لميا، بس رمضان بيكون هو كمان وصل للمكان. وساعتها بتطلع لميا على الجد سعد بتعرفه باللي حصل، فبتلاقي إن أحفاده عاوزين يطلعوا ملاهي زي ما جدهم وعدهم. فبتقترح لميا إنها تروح معاهم، وفعلا بيطلعوا كلهم على مدينة الملاهي وبيستمتعوا بوقتهم لحد لما بيتعب الجد سعد وبيقعد يرتاح هو وشهد. فبتاخد لميا بالها من باقي الأطفال، بس بتتعرض رغد لمشكلة كبيرة قوي، وهي إن في ست بتزعق لها إنها بتصور من غير إذن. فبتجري لميا تحل المشكلة وبتمسح الفيديو اللي رغد صورته. بعدها بتقعد مع رغد وبتنصحها إنها تستمتع بوقتها مع إخواتها أحسن بكتير من إنها تفضل تصور في فيديوهات وتخلي السوشيال ميديا تاخد كل وقتها. بعدها بيطلعوا يكملوا لعب، بس بيتصدموا إن ماريا موجودة في المكان، وبتقول لميا إنها جات لها بنفسها لما عرفت إنها بتدور عليها. طبعا ماريا عرفت مكانهم من الفيديوهات بتاعت رغد، وبتقعد لميا مع ماريا
تحاول تقنعها إنها تتخلى عن موضوع القضية وتسيب الأطفال لجدهم سعد، بس بتصمم ماريا على موقفها وبتقول لها إنها هتفوز في القضية دي بكل سهولة. وبعد لما بتمشي بتتصدم لميا إن فهد مختفي، وبيجروا كلهم يدوروا عليه، وبتشك في واحدة ست شبه ماريا وبتحس إنها خطفت فهد، فبتجري وراها وبتقتحم لعبة من الألعاب، ولكن بتطلع ست تانية خالص، فبتجري لميا وهي مش عارفة تتصرف إزاي. ساعتها بيجيلها الأمن وبيطلبوا منها تمشي من المكان، بس لما بيعرفوا إن في طفل تايه في الملاهي بيدوروا عليه وبينادوا باسمه في المايكات، وبيسمع لجد سعد، وفي الحال ده بيبلغ إن فهد أساسا معاه، وبتجري لميا تطمن عليه، والجد بيعتذر لها إنه معرفهاش من الأول، وبيقول لها إن من هنا ورايح هيبقى مطمن على أحفاده معاها زي ما يكونوا معاه بالظبط. بس في الوقت ده بيظهر رمضان وبيطلب من ماريا إنهم يتكلموا. واليوم اللي بعده ماريا بتقف تراقب الجد سعد وهو في السوبر ماركت، فبيلاحظ الجد سعد وجودها، بس هي بتهرب بسرعة. وبعدها بتروح لهم لميا وبياكلوا كلهم سوا، وبتقف هي ورغد ينظفوا المطبخ والأطباق بعد الأكل، بس لما بيخلصوا بتقعد رغد تفرج لميا على الحاجات بتاعتها اللي اشتريتها من على الإنترنت، وبتبقى كلها حاجات أكبر من سنها وغالية جدا، وعمر ده ما يكون سعرها الأصلي أساسا، بمعنى يعني إن رغد مضحوك عليها ومصدقة إن ده سعرهم الحقيقي. فبتروح لميا تتكلم مع الجد سعد وتقنعه إن دي مشكلة كبيرة ولازم يحلوها، وبتقرر إنها تتدخل هي بنفسها في الحوار ده. فبتطلب من رغد إنها تخرج معاها يشتروا شوية حاجات، وتاخد شنطة من الشنط اللي رغد اشتريتها من على الإنترنت، وبتفضل تدور عليها في كل المحلات، فبيلاقوها في محل بسعر رخيص قوي، وكمان بتطلع الأصلية، وبتبقى رغد واقفة مصدومة مش قادرة تصدق إنها كل ده كان بيضحك عليها. فبتقعد معاها لميا وبتفهمها إزاي هم بينصبوا على البنات الصغيرين ويقنعوهم إنهم كده بيشتروا براندات وحاجات فخمة قوي من بره البلد. فبتقتنع رغد بالموضوع فعلا، ولما بيرجعوا على البيت بيتصدموا إن شهد دخلت في غيبوبة سكر، وده بيكون بسبب لميا لأنها هي اللي اشتهت حلويات لشهد. فبعد لما بيلحقوها في المستشفى بتعتذر لميا للجد سعد، لكنه بيقول لها إن الخطأ خطأه هو، كان المفروض يعرفها إن شهد مريضة سكر من بداية الأمر. ولكن الصدمة إن ماريا طلعت بتراقبهم في المستشفى، وبتحاول لميا إنها تمسكها بس مش بتعرف توصل لها. فبتعرف الجد سعد إن ماريا كانت موجودة، وهو بيحكي لها إنه شافها الصبح في السوبر ماركت، ودلوقتي هو اتأكد إنها فعلا كانت هناك وبتراقبهم. فبتتوتر لميا إن ماريا دي شكلها كده فيها حاجة مش طبيعية وخطر جدا، وبتقعد بعدها في العربية تتكلم مع عزة، وبيفكروا ممكن يمسكوا عليها إيه عشان القاضي يوافق إن الحضانة تكون للجد سعد. وبتبقى عزة شايفة إن ماريا واحدة مش عاقلة عشان تاخد حضانة الأطفال، والدليل كل تصرفاتها دي، بس بتقول لها لميا إن الكلام ده محتاج دليل مادي قوي. فبيقرروا يتكلموا على فرق الديانة، لأن ماريا مسيحية والأطفال مسلمين، وكمان اختلاف الثقافات. ولكن هتكون في مشكلة، وهي إن شهد وفهد صغيرين وينفع عادي يقعدوا معاها وهي مش مسلمة. فبتحاول عزة تقنع لميا إنها تخلي شعيب معاها في القضية دي، بس لميا بترفض تماما الاقتراح ده، وبتقول إنها بعد القضية دي لما تخلص هتفتح ليها مكتبها الخاص. وبعدها بتستوعب إن ماريا ما عندهاش راتب كمان، وبتقول ده أكبر سبب يخلي القاضي يحكم لهم هم. وبنروح للجد سعد اللي بيكتشف إن حفيده سعد بيلعب مع ابن خاله على الإنترنت، فبيزعق له إنه يدخل ينام، وبعدها يروح يشيل راوتر النت. واليوم اللي بعده لما بيرجعوا بيسأل سعد جده فين الراوتر، فبيعرفوا انه شاله وان مفيش نت من هنا ورايح. فبيتصل سعد على لميا عشان تيجي تتكلم مع جده، بس الجد بيفضل مصمم على موقفه، وبيعرفها انه خايف ان ابن خال سعد يقنعه انه يعيش في كندا معاهم، وبيقول ان مفيش نت الا لما القضيه دي تخلص خالص. واليوم اللي بعده بتطلع لميا على محل العاب وبتشتري لسعد هدايا عيد الميلاد بتاعته، بس بيجي لها رساله بان رمضان طلقها. فبتتصدم وبتروح على بيتها وبتفضل تعيط لامها اللي بتحاول تهديها. وبيبقى الجد سعد في محل حلويات بيجيب لسعد تورته عيد الميلاد وهدايا اخواته ليه، وبيوزع الهدايا عليهم، وبيتصل بلميا يسالها هي فين، فبتعتذر له انها مش هتقدر تيجي، لكن امها بتقدر تقنعها تروح تحتفل معاهم، وبتقنعها ان رمضان ده مش شخص اصلا يتزعل عليه. وبيقف الجد سعد واحفاده كلهم مستنيين سعد عشان يحتفلوا بعيد ميلاده، لكن سعد لما بيجي بيرفض انه يحتفل، وبيقول انه مش يحتفل بمزاجهم، ولما يجي يزعل برضه بمزاجهم. وبيكون كل ده متضايق عشان جده شال الراوتر، وبيمشي وبيسيبهم مصدومين من الكلام اللي قال. ساعتها بتوصل لعندهم لميا وبتدخل هي تتكلم معاه، بس بتتعصب من اسلوبه في الكلام، وبتحس انه شبه جوزها رمضان، فبتهزقه جامد وبتقول له انه اناني ومش بيفكر غير في نفسه وبس، واهم حاجه راحته. وبعدها بتمشي
وبتسيبه ومش بتستوعب كل الكلام اللي قالته ده. وبالليل بيدخل عليه الجد سعد يديله الراوتر، فبيطلب منه انه ما يخليش حد يضحك عليه بالكلام، لكن سعد بيرفض ياخد الراوتر وبيفضل قاعد في اوضته، حتى بيرفض يخرج معاهم. لما بييجوا كلهم يخرجوا مع لميا، فبتبقى لميا زعلانه من نفسها انها اتكلمت كده بالاسلوب ده معاه، بس الجد بيقول لها ان هي اللي عملته ده كان صح جدا، وبيعرف منها انها بنسبه كبيره هيفوزوا في القضيه دي، خصوصا بعد الثغرات اللي هي وصلت لها، بس لازم احفاده يكونوا معاه بكره في الجلسه. وفعلا بيجي ميعاد الجلسه اخيرا، وبيمشي الجد سعد مع احفاده الثلاثه وبيسيب سعد في البيت. فبيقرر سعد انه يقعد على الانترنت، خصوصا بعد لما جده سابهوله وكان كاتب له رساله عليه كمان. وفي الوقت ده بتبقى الجلسه، وبتتصدم لميا بان رمضان هو المحامي بتاع ماريا، وبما انه كان بيتصنت على لميا طول الفتره اللي فاتت، فهو معاها الحل لكل الثغرات اللي هي كانت هتتكلم فيها. فماريا دخلت الاسلام ومعاها اللي يثبت ده، وكمان معاه كل الاثباتات اللي تثبت ان الجد ما يقدرش يعتني بالاحفاد، من اللي حصل لفهد في الاسانسير، ومن اختفاء فهد كمان في الملاهي، وتعب شهد وغيبوبه السكر، وتعب الجد نفسه ومرض القلب. وبتبقى لميا واقفه مش مستوعبه كل اللي بيحصل ده، مش عارفه تتصرف ازاي. وفي نفس الوقت سعد بيكون بيلعب مع ابن خاله اللي بيعرفه انه كبر وسنه عدى ل 15، فيقدر يقرر هو عايز يعيش مع مين. وبنرجع للجد سعد اللي بيكون واقف يدافع عن نفسه بعد لما لميا ما بقاش عندها كلام تقوله، وبيحاول يستعطف القاضي ويقنعه انه هو الوحيد اللي عارف احفاده كويس ويقدر ياخد باله منهم. بس القاضي بيقرر انه هيحكم في الجلسه دي، ولكن بعد المداوله. فبتقعد لميا مع الجد سعد وبتعتذر له انها ما عرفتش تتصرف. فالجد سعد بيكون عنده امل ان القاضي يحكم من لصالحهم. وقبل النطق بالحكم بيوصل سعد وبيعرف القاضي انه بلغ سن الرشد، وبيقف قصاد الكل يختار جده سعد. بس القاضي بيحكم ان باقي الاحفاد هيعيشوا مع ماريا خالتهم، وبيكون الحكم حكم مستعجل فبيتنفذ نفس الوقت. وبيحس الجد سعد انه مات مرتين، مره وهو عايش لما ابنه حمد مات، ومره لما احفاده اتاخدوا منه. بس ماريا بتاخد ولاد اختها وبتقول انها هتطلع على كندا، فبتتصدم لميا وبتجري تلحقهم بسرعه، وفعلا بتقدر تلحقهم هم في المطار، وبتطالب بمنعهم من السفر لحد ما جلسه الاستئناف يتم الحكم فيها. في الوقت ده سعد بيوصل جده على البيت وبيطمنه انه هيفضل معاه ومش هيسيبه ابدا. ساعتها ماريا بتبقى خدت الاطفال ورجعوا على الفندق، وبتتصل بشخص من كندا بتطلب منه يسلفها فلوس لانها ما معهاش اي فلوس تصرفها على الاطفال، وبتقوله انها تاخد فلوس كتيره قوي من الحكومه لانها تاخد بالها من 3 اطفال. بس الشخص ده بيرفض يساعدها، فبتطلب رغد منها انها تتصل على جدها تطمن عليه. بس الثانيه بتتعصب جامد وبترفض انها تخليها تكلم جدها، وبتخرج وبتسيبهم لوحدهم في الاوضه. وبنرجع للميا اللي بتطمن الجد سعد انها تتصرف في جلسه الاستئناف. واول لما بيعرفوا من سعد ان ابن خالهم ده معاهم مش ضدهم، وبيعرفهم كمان سعد ان محدش جاب سيره ماريا حتى امهم، فبتطلب لميا منهم انهم يتكلموا مع ابن خاله في اسرع وقت. في الوقت ده بيكون فهد جعان، مفيش اكل في البيت، ولما بتوصل ماريا بترمي لهم اي اكل وياكلوه خلاص، وبتبقى بتعاملهم بطريقه وحشه جدا. في نفس الوقت بتعرف لميا ان ماريا كانت في مصحه وعليها ديون كتيره قوي، فبيترعب الجد على احفاده. وفعلا ماريا بتتعامل مع ولاد اختها شويه بهدوء، ومره واحده تتعصب جدا عليهم وتبقى هتضربهم كمان. ساعتها بيقدر سعد انه يتواصل مع ابن خاله، لكن ابن خاله اول لما بيعرف ان لميا المحاميه عايزه تكلم ابوه بيترعب وبيقفل السكه في وشه. وبنروح لرغد اللي بتبقى بتحاول انها تفتح النت على الايباد بتاعها بس مش بتعرف، فبيروح سعد يطلب من جده ينام جنبه لانه خايف ينام لوحده واخواته مش موجودين. واليوم اللي بعده بيزعق رمضان لماريا انها ما تتدخلش في اي حاجه ولا تتصرف من نفسها لحد ما جلسه الاستئناف تخلص على خير، وبيقول لها انها لازم ما تخليش حد يمسك عليها اي غلطه. وبنرجع بقى لماريا اللي لما بتروح بتقفل التلفزيون، بس فهد بيفضل يفتحه فبتتعصب عليه وبتضربه، وساعتها بيوافق ابن خال سعد انهم يكلموا ابوه اخيرا. وبنرجع لماريا اللي بتقعد تتكلم مع نفسها وبتبقى بتفكر ازاي تاخد فلوس الجد في الوقت اللي لميا بتتكلم فيه مع خال سعد، وبتعرف منه ان ماريا خطيره جدا وانها كانت محجوزه في مصحه لانها كانت هتاذيهم اكتر من مره، وبيحذرهم انهم يلحقوا الاطفال منها. بس بيرفض انه يتدخل اكتر من كده ولا انه يبعت اي ورق يثبت كلامه عشان ما يحصلهمش مشاكل معاها. في نفس الوقت بتروح ماريا تلعب مع ولاد اختها وبتبقى هاديه جدا معاهم، لكنها مره واحده بتتعصب جامد عليهم وشايفه انهم متآمرين ضدها عشان يخسروها، وبتاخد اللعبه وبتمشي. وبنرجع للميا اللي بتتفق مع سعد انه يحاول يخلي ابن خاله يقنع ابوه انه يبعت لهم الورق، وبتوصيه ما يعرفش جده اي حاجه
عشان ما يقلقش زيادة، بس لما بتركب عربيتها بتلمح جهاز التصنت ومش بتبقى عارفة هو ده ايه. في الوقت ده رغد بتتسحب وبتخرج من البيت لأنها طلعت مصورة خالتها كل ده ومصورة كل المصايب اللي هي عملتها معاهم، وبتنزل تفتح نت على الايباد بتاعها بسرعة وبتبعت الفيديوهات دي كلها لسعد. بعدها بترجع تاني البيت قبل ماريا ما تشك في حاجة، وبيجري سعد يوري جده وبيبعت الفيديوهات دي كمان للميا اللي بتاخدهم بسرعة على جمعية حقوق الطفل. فأول لما المسؤولة بتشوف الفيديوهات دي بتتصل بالشرطة بسرعة عشان ينقذوا الأطفال منها، وبتوصل الشرطة لعند ماريا وبيقبضوا عليها. في الوقت ده بتسأل لميا سعد لو يعرف ايه جهاز ده، فبيبحث عنه وبيقول لها ان ده جهاز تصنت. فساعتها لميا بتفهم كل حاجة وتحقق الشرطة مع ماريا وبيواجهوها بالفيديوهات، فبتتوتر جامد جدا وبتقول انهم كانوا بيعصبوها، لكن الشرطي بيتعصب عليها وبيقول لها انهم اطفال وطبيعي يستفزوها. وبتقرر الشرطة ان الاطفال هتفضل مع الجد لحد ميعاد جلسة الاستئناف. اما ماريا فاما هتتسجن واما حد هيضمنها، فبيوافق رمضان انه يضمنها. وبيجي اخيرا ميعاد جلسة الاستئناف، ففي محكمة بنلاقي ان رمضان ما حضرش، وبنرجع للماضي وبنعرف ان لميا عملت له فخ انها بتكلم حبيبها وهتقابله، فبيروح بسرعة رمضان وراها على المكان اللي اتفقت فيه مع حبيبها المزيف ده، وبتواجه رمضان بكل اللي هو عمله وبتعرفه انها حتى لو بتحبه فده من حقها لانها خلاص بقت طليقته مش مراته، وبتصدمه ان الشرطة كانت موجودة وبيتقبض عليه. فبكده رمضان مستحيل يحضر الجلسة، وبتوقف لميا تثبت ان ماريا مختلة عقليا وتحكي كل اللي حصل من بعد بقى ما خدت الاطفال، وكمان بتصدمهم كلهم انها جابت اخو ماريا واللي هو خال سعد عشان يقول شهادته، وكمان معاه كل الاوراق اللي تثبت كلامه. في الوقت ده الجد سعد واللي بيكون خايف انه يروح الجلسة معاهم مستني في البيت وهو مرعوب ومش عارف ايه حصل، فبيدخلوا كلهم عليه بعد لما القاضي حكم لصالحهم. بعدها بيقعدوا كلهم يحتفلوا بعيد ميلاد سعد، وبيطلع الجد سعد على ماريا قبل ما تسافر وبيعرفها انها زي بنته وهو عايزها تخف وتبقى احسن لان الاولاد محتاجين لها. فبتتاثر ماريا بكلامه وبتعتذر له على كل اللي حصل منها، وبتقرر انها تكمل علاجها فعلا. وبس كده بيخلص المسلسل. لو عجبكم ما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات تحت، وكمان تعرفونا ايه المسلسلات اللي محتاجين نلخصها الفترة الجاية. الفيديو ده اللي كتبته تسنيم بدوي، واللي منتجه أحمد حجازي، واللي سجلته هبة مجدي.